اوكي، اخيرا الحمد لله في رحله البحث عن اسلوب. طبعا انا رايح شقته اللي في القاهره، يعني مش شقته اللي في اسكندريه، دي الشقه اللي في القاهره. حبيبي ده متابعين بس عادي بحبيبي. فدي الشقه الثانيه عامه اللي في القاهره. فقطعنا مسافه تقريبا السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ قطعنا مسافه تقريبا 3 ساعات بالاتوبيس من مكاني لغايه البيت بتاعه هنا. طبعا البيت ده انا مش هينفع اقول مكانه فين، لكن انتم ممكن تعرفوا من الاجواء اللي حواليا وكده، يعني حاولوا تعرفوا منين بقى. فعامة اللوكيشن معايا مش دقيق قوي، فانا المفروض ان انا هروح في حد منكم من المتابعين عندي مستنيني هنا، وبعد كده هنروح له. فمش عارف بقى هنعمل ايه، فغالبا هنكلمه دلوقتي ونروح له. بس عامة الحمد لله ان احنا باجتهادنا، انا اول ما عرفت والله ان هو هنا جيت له على طول يعني. فدي حاجة كويسة. تعالوا بس نعدي. اول ما عرفت ان هو هنا عامة جيت له على طول، يعني عشان خاطركم والله، عشان ما تقولوش بس ان انا ايه مش مجتهد في الموضوع ده بالذات. انا مجتهد جدا في الموضوع ده. مجتهد جدا في الموضوع ده، يعني اول ما عرفت ان هو هنا طرت والله عليه عشان خاطركم. طبعا المنطقه الراقيه دي يعني عندنا على اماكن حلوه قوي كتير، اكيد انت عارف فين يعني. بس عامله ازاي؟ الوحيد اللي عارف المباني دي ممكن يعرفها. المباني دي معروفه قوي، بس مش هقول فين برضه. انسى ان انا اقول فين في الفيديو، انا هكفرك الاول. بس المباني معروفه، يعني الناس اللي بتيجي لا هتبقى عارفاها. اوكي، يعني عايزين نكلمه. يعني حاسس ان همشي كتير قوي، عايزين نكلمه الاول نعرف على الاقل هو فين. ومش عارف، عايز اروح اجيب من السوبر ماركت بقى نشتري حاجات الاول، نظبط الدنيا. عارف لما تكون رايح مصيف، حاسس ان انت رايح مصيف، حاسس ان انت رايح حته جديده، نفس الشعور. فبس هندور عليه ونكلم الراجل المتابع، بعد كده نروح له ونصور معاه هناك ان شاء الله. اللي بيتفرج على الفيديو نسي يعمل لايك، ولا يعمل لايك اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه. في كلاب هيجري ورانا، مش هيجري ورانا، هيجري ورانا مش هيجري ورانا. دايما لما تلاقي كلاب هديك استراتيجيه حلوه قوي في الشارع. تعمل نفسك متضايق وزعلان، بتفكر في حاجه اللي هو ايه، انا متضايق دلوقتي، انا مش فاضي، انا زعلان، فاهم؟ فايه الكلاب عدت الحمد لله، هربنا من الكلاب. الكلاب ورايا، الكلاب ورايا، الحمد لله هربنا من الكلاب. بص المنطقه عامله ازاي، يعني حلوه حرفيا. المنطقه هنا جميله، هاديه قوي، يعني لدرجه ان انا حاسس انها بتتسرق اصلا. في بيوت هنا بتتسرق. قبل ما نروح اللوكيشن مدينا 10 دقايق مشي، فانتوا معايا بقى ايه، واحده بواحده، ماليش دعوه. اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، عشان نوصل 100,000 مشترك. والله انا اول ما عرفت ان هو هنا جيت عشانكم، عشان نصور. يا رب نلاقيه هناك، وان شاء الله نخلص الموضوع ده بقى. فايه يعني دعواتكم. اهلا اهلا، يا رب ما يجريش ورانا. شكله غلبان، شكله غلبان. اوكي بص هنا، ركز معايا. انا لقيت هنا، استنى، دول مجمع اللي هناك ده اللي انتوا شايفينه ده مجمع زي بيبيعوا حاجات كده، اللي هو في فين وفي حاجات هناك كده يعني. فدي ممكن نروح نشتري منها وبعد كده نكمل. وصلنا بالسلامه. طبعا انتوا شايفين الاجواء عامله ازاي. الحمد لله وصلنا بالسلامه. ويعني استقبلنا واحد اسمه محمد، من احلى الناس اللي انا قابلتها في المتابعين عندي، ومن اكرم الناس. قعدنا عنده في بيته كويس، راجل محترم جدا ومفيش اي مشكله خالص. خليني بس اقول حاجه، ان احنا رحنا لغايه بيت ايسي وما لقيناهوش. يعني طبعا ما صورتش حاجه زي كده لان خفت لا يكون مش عايزنا نذيع او كده، ولكن رحنا ما لقيناهوش. ففي جوله تانية هنعملها النهارده ان شاء الله، هننزل برده نحاول كده ندور عليه، يمكن نلاقيه. يعني لو لقيناه برده هنخبط تاني، لو لقيناه يبقى خير وبركه الحمد لله، ونصور ونصالحه. ما لقيناهوش يبقى هنطلع له على اسكندريه بقى يا شباب ان شاء الله. طبعا مش الايام دي، يعني ممكن بعد يومين كده ولا حاجه. فانا عايز اقول لكم بس ان احنا الحمد لله كويسين. قفلت الفلوج امبارح كان الجو بدا يليل. احنا النهارده الصبح اهو، الساعه دلوقتي تقريبا، يعني مش الصبح قوي، الساعه دلوقتي تقريبا يجي 5. ولكن عامه يعني بحب اشكره برده في الفيديو ان هو استضافني عنده في البيت، شكرا. واحنا مكملين رحلتنا لغايه ما نلاقي ايسي ان شاء الله. احنا رحنا له مره ما لقيناهوش، وهنروح له تاني. خليكم معانا، تابعوا الفيديو، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتشترك معانا في القناه علشان نوصل 100,000 مشترك. احنا خلاص 76,000 مشترك، او يعني 76,000 مشترك. فده رقم كبير جدا، فاضل بس 24,000 ونوصل ل 100,000 مشترك. يلا بقى شد حيلكم معانا. طبعا يا شباب احنا في الاتوبيس في الباص روحنا. كان حاولنا ان احنا نقابله ما عرفتش. يعني بشكر محمد طبعا ان هو استضافني عنده اليومين، واحنا بالليل خلاص هنروح ما لقيناهوش. قعدنا رحنا وقعدنا نخبط تاني
طلع لنا واحد قال لنا اللي هو مش موجود بقاله فتره كبيره، فكده ما ينفعش ان احنا غير ان احنا نروح لاسكندريه. واحب اشكر محمد قوي ان هو استضافني حبيب قلبي، وان شاء الله هنروح لاسكندريه ما تقلقوش. احنا حاليا في الباص قدامنا شويه بقى حلوين، ممكن ننام بقى اي حاجه، وهنا في تكييف لوز او ممكن ننام بقى شويه بتاع اي حاجه بس. وخير يعني، ما تنساش تعمل برضه لايك. قلت لك 3 مرات ما عملتش لايك، بص اقعد.